قصة هيثم العدني الذي حكم عليه بالإعدام. قصته أنه كان يشتغل مع واحد خليجي بدون تحديد هوية. هيثم كان عمره 19 سنة وقتها. هذا الرجل الخليجي شاف أخت هيثم وطلب الزواج بها، فرفضوا بسبب أنه كان يبغى يتزوجها بالسر بدون أوراق أو عقود أو أي شيء تثبت زواجهم. فهذا الرجل حط عينه على أخت هيثم، ففي يوم من الأيام أعطى هذا الرجل لهيثم منوم وقام بتصويره بوضعيات مخلة جدا، وهنا يبدأ مشوار الابتزاز. وبعدها جاء هذا الرجل إلى هيثم وهدده إذا ما يعطيه أخته للمكان الفلاني إنه بينشر صوره وبيفضحه في كل مكان. فتخيلوا هذا التهديد والكلام هذا كله لشاب بعمر 19 سنة. فهيثم التجأ بأخوه كلمه في الموضوع كامل. أخوه قال له روح قل له تم، فراحوا أخوه للمكان الموعودين عليه وضربوه بنية التأديب، وتوفاه الله وتم الحكم بالإعدام على هيثم. هذه القصة حسب ما رواها هيثم. قولوا لنا رأيكم في التعليقات. استغفر الله وعبادة المهم إن شاء الله ربي ينجينا، أنا روحي وعمري بإذن الله، أنا مش بدافع. وحسن هو اللي بيطول بأمري. هل بتصوم ذاك اليوم؟ أكيد بصوم ذاك. ربي يعني يعفي علي ويفك اسري واهل الدم يتنازلوا، واذا ربي يشر روحي الحمد لله لا ينسوني بالدعاء حتى وانا ميت. باذن الله لك طول العمر يا هيثم ان شاء الله يا رب العالمين. الواحد العالم باذن الله. والله كريم باذن الله. وبنجيب لك حلاق ويقص لك شعر ان شاء الله. ان شاء الله ما ينسونا بالدعاء. بهين كثير النقاء تنتفض النجم دون زيارة وقعت عندهم.